هو ديت العش بتاعهم وده العش بتاعهم. سابوا الزغاليل وراحوا لحموا العش في العش. شايفين النتايه؟ بس هي جبانه بتشوفني بتطير على طول. دي يا جماعه خير حمام اهوت لاحم العش. الزغاليل بتاعته قد ايه؟ شوف الحمام لسه بياكل في التحديد. يعني اللاحم الفرنساوي اهوت ما شاء الله تعالى. يعني الزغاليل بتاعته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا مساء الجمال على كل حبايبنا في كل مكان. زي ما متعودين هنبدا الفيديو بتاعنا من هنا. طبعا مسي على اخواتنا وحبايبنا مشتركين القناه. بنكتب اسامي المشتركين، الناس اللي بتشترك في القناه بتقول لنا اسمها منين وهي من محافظه ايه، فطبعا بنكتب اساميهم معانا. فانت لو ما اشتركتش في القناه انزل اشترك، هنكتب اسمك واسمك هينور القايمه عندنا بالشكل دوت. طبعا كتبنا اسامي جديده النهارده. كتبنا احمد عيد من كفر الشيخ، وكتبنا ياسر الحمروني، وكتبنا سيف من ديكيرنس، وكتبنا محمد رمضان من كفر الشيخ، وكتبنا اخونا احمد من ليبيا. يلا بقى ندخل المكان عشان النهارده عندنا فيديو حلو جدا. هعلمك ازاي او نتعلم مع بعض ازاي ان احنا نخلي الحمام يلحم العش في العش ونستفيد منه اقصى استفاده. الموضوع سهل جدا يا شباب، عايزك بس تركز معايا شويه في الكلمتين اللي احنا هنقولهم مع بعض. طبعا انا عشان اخلي الحمام يلحم العش في العش في حاجتين لازم نعملهم. حاجتين مش حاجات كتير جدا، يعني حاجتين بس. ولكن الحاجه الثالثه لو انت ما هيش عندك فالحمام مش هيلحم العش في العش. عشان بس احنا بنسمع كتير الحمام بيلحم العش في العش والحمام بيجيب زغاليل كتير. لا، في حاجه اساسيه لو ما انتش بتعملها او مش موجوده في صفات الحمام نفسه فالحمام عمره ما هيلحم العش في العش. مبدئيا انا عشان اخلي الحمام بتاعي يلحم العش في العش، نتايه زي كده مثلا انا باخد منها حصو كتير. يعني النتايه زي كده كل 15 يوم تقريبا باخد منها حصوتين وبحضنهم. فهينفع ان انا افضل اهلك في النتايه ديت على طول وافضل اخد منها حصى على طول؟ لا، فلازم اعمل لها ايه؟ بديها اول النتايه ديت لما بتحصي الحصوه الاولى. على فكره الكلام ده هينطبق على كل الحمام اللي عندك بقى. طب نضرب لكم مثل بس على الحمام ده عشان الناس تستوعب بشكل افضل. الحمام ده انا لسه واخد منه زغاليل، مخركه. فعشان الحمام ده يبيض على طول، فاول النتايه دي ما بتبيض اعمل ايه بقى؟ باخد يا جماعه الخير بجيب طبعا ده الديكال. الناس كلها طبعا اللي متابعانا على القناه عارفه ان الديكال ده ما بنقطعش من عندنا. وبجيب السرنجه بالشكل دون. وده طبعا الخرطوم ده بتاع جلوكوز، الخرطوم ده بتاع سلك الجلوكوز يبقى الناس بترميه يعني. فانت بتجيبه وبتبدا ان انت تقص منه حته قد كده وبتحطها في بوز السرنجه وبتدي النتايه سنتي. وممكن تديها بالسرنجه مباشر على فكره، ولكن ده لازم لو انت بتشتغل مع الزغاليل لازم تستخدم الخرطوم ده. تمام كده؟ طيب يبقى انا بعمل ايه مع النتايه عشان تلحم العش؟ اول حاجه اول ما بتحصي بديها كل يوم لمده 3 ايام سنتي ديكال، كل يوم سنتي ديكال. تمام كده؟ طيب دي اول حاجه انا بعملها عشان الحمام يلحم عندي العش في العش. طيب جزء زي كده انا عايزه يحصي، يعني انا معاه زغاليل هي الزغاليل ديت ان شاء الله يعني عمر مش عايز اقول لك يعني 15 يوم تقريبا، ما جابتش كمان 15 يوم. ده حمام الهزاز الهندي، ده ابراهيم ومروه. جزء زي كده عايزه يلحم العيش في العيش. بعمل ايه؟ الموضوع سهل جدا، اوريك انا بعمل ايه. ده يا جماعه خير ده طاجن. تمام كده؟ الطاجن ده انا حاطط لهم فيه تحديق اهوت. التحديق على فكره مهم جدا كمان عشان الحمام يلحم العيش. بحط له الطاجن ده بقى منه 2 في 1. الطاجن ده منه كان ان هو تحديق. شايفين يا شباب؟ بمجرد ان انا ما حطيت الطاجن كان ان هو تحديق وكان ان هو عش جديد. عش جديد. شايفين؟ انا يعني متفاجئ بصراحه ان الحمام بياكل في التحديق بالشكل ده، لان انا كنت حاطط له تحديق. لان التحديق للحمام المحبوس مهم جدا، ما ينفعش ان انا اشيل التحديق من الحمام المحبوس. فانا كده جهزت له العش وده برضه عطيته كالسيوم، وده كالسيوم الطبيعي. تمام كده؟ طيب خلينا بس اقول لك اهم حاجه بقى. انا كده اعمل حاجتين. اول الحمام ده ما يحصي بديله كالسيوم، والحمام المحبوس ده كل اسبوع لازما بديله يوم كالسيوم. الحمام المحبوس بالذات كل اسبوع لازما بديله كالسيوم، بديله سنتي بدل النتايه. يعني الذكر مش لازم قوي، ولكن التحديق لازم للذكر. ولكن بالنسبه للنتايه اهم حاجه ادي كل النتايه كل اسبوع بديها سنتي ديكال اثناء الرقود على البيض او اثناء تحضين البيض. يعني جزء زي كده مثلا خلاص هم بداوا ان هم يقفوا في الطاجن، هم طلعوا الزغاليل بره الطاجن اهو. شباب نوريكم برضو بشكل اوضح. ده طبعا علاء ورفيده، الحمامه الجميله ديت رفيده، والحمامه الجميله ديت ذكر ده طبعا علاء، مسمينه على اسم علاء ابن سوريا. تمام كده؟ طيب
الجوز ده خلاص يعني يومين ثلاثه كده او 5 6 ايام لما يبدا ان هو يخلص الريش الاصفر ده، ابدا ان انا اقطفهم. ولكن هم بداوا ان هم يجهزوا العش هو تاني. فافضل وقت قد الكالسيوم اثناء وهم راقدين على البيض. يعني نتايه زي كده مثلا، والله العظيم لسه عطاها كالسيوم امبارح وحدها النهارده، حدها 3 ايام كالسيوم، اديها 3 ايام كالسيوم. ليه؟ عشان لما اقطف منها الزغاليل او اخد منها الحصى، النتايه ده باخد منها حصى على طول، لما اخد منها الحصى تقعد 10 ايام وتبدا ان هي تحصي. ده التحديق اهوت، ده التحديق ده يعني الحمام المحبوس المفروض ما يخلص من عنده التحديق. والحمام ذكي، الحمام بيعرف هو محتاج ايه وبيبدا ان هو ياخده. ولكن الحمام الطاير غير بقى، الحمام الطاير الحمام اللي انا مسيبه بيبقى غير. هوريكم برضه حمام لحم العش في العش تاني. دي حمام كريزلي اهو، ده حمام كريزلي الجوز بتاعهم اهو، ديت العش بتاعهم وده العش بتاعهم. سابوا الزغاليل وراحوا لحموا العش في العش في الجنب التاني. ده الزغلول بتاعهم دوت اهو، ده اخو الزغلول اللي هو موجود اهوت يا شباب. ده الزغلول اللي لسه طالع من العش اهوت، اخوه اهوت. يعني حمام بيلحم العش. اوريكم حمام تاني، شايفين النتايه بس هي جبانه بتشوفني بتطير على طول. دي يا جماعه خير حمام اهوت لاحم العش. الزغاليل بتاعته قد ايه؟ يعني الزغاليل بتاعته يعني تقريبا عمر 20 يوم، تقريبا الزغاليل ده عمر 20 يوم. وسابوا الزغاليل بتاعتهم وبداوا ان هم يلحموا العش. طيب يلحموا العش ليه؟ لان في كذا عين، يعني انا في عين هنا جنبه، في عين هنا فوقيه، ففي كذا عين، فانا موفر له اللي هو عايزه، انا موفر له اللي هو عايزه. والعش ده انا ممكن اجيب شويه قش واحطهم كمحفز، العشوش دي كمحفز. طيب ايه الحاجه بقى المهمه اللي انت ما قلتلناش عليها في بدايه الفيديو؟ هقول لك. انا مثلا عملت كل الحاجات اللي انا بقول لك عليها دي، جهزت العش وبدات ان انا احط تحديق بالشكل ده. شوف الحمام لسه بياكل في التحديق، الحمام لسه بياكل في التحديق. وجهزت وعملت كل اللي انت بتقول عليه ده. والحمام برضه عندي ما بيلحمش العش في العش. هقول لك اهم حاجه عندك السلاله ان انت بتربيها. في حمام مش منتج، في سلالات هي اصلا مش منتجه، وفي سلالات منتجه. طيب هعرفها ازاي؟ ابص للاهالي. انا عندي الجوز ده مثلا ما بيبطلش حصى، بيحص كتير، فبربي الزغاليل بتاعته. الزغاليل بتاعته بتبقى نفس الجينات، بتبقى نفس الدم، بيبقى نفس ان هي بتلحم فاهلها بتلحم. لو انا جبت جوز مثلا، عندي جوز حلو، يعني جوز الحمام ده شكله حلو، او الجوز ده مثلا شكله حلو، وانا عايز اربي منه، والجوز ده بيجيب لي كل يعني شهرين بيجيب لي جوز زغاليل، فعياله برضه هتطلع زيهم، لان ديت بتبقى جينات. فانا لو عملت كل اللي انا بقول عليه ده وما عنديش الجينات كويسه، او ما عنديش الحمام اللي انا مختاره من الاصل جيناته كويسه، فمستحيل طبعا ان هو يلحم العش في العش. حمام اللي بيلحم في العش في العش ده يا جماعه الخير بيبقى حمام اصلا من الجينات. يعني اللحم الفرنساوي هون، يعني اللحم الفرنساوي هوت ما شاء الله تعالى، يعني الزغاليل بتاعته قد ايه؟ يعني 5 ايام 6 ايام هتبص تلاقيه ساب العش ده وبدا ان هو يجهز العش الثاني، عشان ان هو حصل ان هي حمامه اصلا حمامه منتجه بالنسبه للحم الفرنساوي، فاربي منه. لو انا مثلا الجوز ده زي كده كل في السنه بيجيب لي 5 وشوش، لا فانتاجه ضعيف، فما ربيش منه. فاهم حاجه؟ اختار السلاله كويسه اللي هي هتلحم العش عندي، او اللي هي هتبدا ان هي تنتج عندي. بتمنى يا شباب يكونوا استوعبتوا الموضوع ده بشكل كويس. لو في توضيح او انا نسيت حاجه فسهوا مني. وصلت معايا في الفيديو لحد دلوقتي، خش علينا باللايك بتاعك الجميل وقول لي انا والابطال، وبوصل معاك الفيديو للنهايه. شوفوا الشكر على خير يا شباب، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.